تفتكروا ايه اللي ممكن نصنعه من الكرتونة دي؟ تعالوا نفتح ونشوف. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل البيت الجميل ده من الكرتون، بس محدش عنده حجة، مجرد كرتون والوان. اعملوا اشتراك في القناة ويلا نشوف هنعمله ازاي. اهلا بيكم، انا عبد الحميد وهوايتي صناعة المجسمات الصغيرة والغريبة. اول حاجة طبعا هنبدأ بالجدران. عندنا الواجهة الامامية عبارة عن 28 سم في 17 سم، ورسمت عليه الباب والشباك بالمقاسات موجودة قدامكم، وعملت منها نسختين. بعد كده هعمل الجوانب برضو مقاس 17 في 18 سم، وعليها مثلث فوق 10 سم. هعمل برضو منها قطعتين عشان نعمل الجدران مع بعض. اول حاجة هبدأ بالواجهة، وبعدين هقطع المكان بتاع الباب بالمشرط. والجزء ده مش هنرميه، هنحتاجه بعدين، خلوه على جنب. بعد كده هقطع من الشبابيك الاماكن اللي حددتها دي، هفرغها يعني عشان يبقى شكل الشباك بالمنظر ده. بعد كده هستخدم نفس الشباك ده، وبعدين احطه على واحد من الجوانب، واعلم الاماكن اللي انا قطعتها قبل كده عشان يبقى عندي شباك في الجنب بنفس المقاس. بعد كده هقطعه برضو زي اللي فات، وكده بقى عندي شباك في الجنب. بعدين هبدأ ألزق الجدران في بعضها. هلزق طبعا بالشمع، ونحاول بس نركز ان الزاوية ما بين كل جدار والتاني تكون زاوية قايمة 90 درجة. بعد كده هعمل السقف بالمقاسات دي 31 سم في 15 سم. طبعا انا عملته بحيث ان هو يكون بارز شوية من كل الجوانب. بعدين بقطعة مثلثة زي دي كده بحجم مناسب، هلزقها فوق على السقف فوق الباب. وبعدين قطعة بالشكل ده ورسمت عليها شباك. طبعا هخلي الأماكن دي بتاعت الشباك، وبعدين هلزقها مكانها. وهركب السقف بتاعهم. طبعا القطعة دي مجرد ان احنا بنقيس ونقطع على حسب مقاس العمل اللي احنا عاملينه، وبعدين بنحطها مكانها. وعشان اعمل المدخنة قطعت الشكل ده رفيع من فوق وعريض من تحت شوية، وطبعا عملته بحيث انه يكون اطول شوية من البيت عشان تبقى المدخنة بارزة من فوق. وقطعت كمان شريطين عرضهم حوالي 3 سنتي. بعد كده هلزق الشرايط دي في الشكل اللي قطعناه من الجنب. بلزق جزء بجزء عشان اقدر اتحكم شوية في الشمع وعشان ما ينشفش. وده كان شكل المدخنة بعد ما خلصناها. بعدين عشان اركبها في الجنب هلاقيها بتحوش في الجزء اللي هو بارز من السقف، عشان كده علمت الجزء ده وهقطعه بالمشرط. وعلى ما نكمل تقطيع بفكركم بس اللي حاسس ان الفيديو مفيد بالنسبة له ما ينساش اللايك للفيديو، هيفرق معايا كتير جدا. بعد كده هلزقها مكانها. اخر حاجة قطعت جزء بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان اقفل المدخنة من الناحية التانية. وكده نكون كملنا الهيكل بتاع البيت ده شكله لحد دلوقتي. هنكمل بقى تصميم الباب. جبت الجزء اللي كنا قطعناه وقلت لكم ما ترموهوش. بعد كده على حتة كرتونة تانية هعلم حوالين نفس الباب. كده عندي جزء نفس المقاس. بعد كده هعلم حواليه علامة بنفس الشكل كده حوالي 1 سنتي أو 1.5 سنتي. وبعدين هقطع الجزء ده. بعد كده هلزقه حوالين الباب، وكده أكون عملت إطار للباب. وهستخدم حتة كرتونة تكون رفيعة شوية. انتوا عارفين ان الكرتون بيكون بسمكات مختلفة، انا عاوز دي تكون رفيعة شوية. اما طبعا الجدران كانت بكرتون سميك. هقطع من دي شرايط عرضها حوالي 1 سنتي. بعد كده باستخدام الشمع هبدأ ألزقهم جنب بعض على الباب. ألزقهم بحيث ان يكون ما بينهم فروقات بسيطة، وكده كأني بعمل الواح خشب يعني للباب. وطبعا هشيل الزيادات كلها. وكمان هلزق شريطين بالعرض كده فوق وتحت، وهقص برضو الزيادات. وهستخدم حتة من الكرتون هلفها على بعضها كده باستخدام الشمع. هعملها زي اسطوانة كده. بعد كده هلزقها بالشمع مكان المقبض بتاع الباب كأنها المقبض يعني.
كده خلصنا تصميم الباب، باقي إن إحنا نلزقه مكانه. بعد كده من شرايط رفيّعة هاعمل إطار حوالين الشباك، طبعًا الشرايط دي مقصوصة بحيث إن هي تكون ماشية مع نفس المنحنى بتاع الشباك. وطبعًا زي ما عملت في الشباك ده هاعمل في الشباك التاني، أمّا الشباك اللي فوق الصغير برضه قطعت له حتّة بنفس الcurve بتاعه وهالزقها حواليه. بعدين هاستخدم قطعة مستطيلة من الكرتون أعملها بمقاسات مختلفة، بس العرض بتاعها رفيّع ما يكمّلش سنتي، هالزقها كده في بعض الأماكن زي ديكور كده هاعملها بعد كده وهالوّنها كإنها طوب. وده كان الشكل بعد ما خلّصت الطوب. بعد كده برضه بحتّة كرتونة من اللي هي سمكها رفيّع، هاقطّع منها شرايط بس المرّة دي العرض بتاعها 2 سنتي و3 سنتي، يعني مش بنفس المقاس، هنعملها مختلفة. بعد كده هاقطّع مستطيلات المقص. وبافكّركم اللي مهتم بالأعمال الفنية ما ينساش يشترك في القناة، هيستفيد جدًا إن شاء الله. هاحتاج طبعًا كمية كبيرة، ودول هاستخدمهم عشان أعمل السطح. هالزقهم جنب بعض، وأنا بالزقهم بشكل عشوائي وما هماش منتظمين، أنا عاوز التصميم يكون كده. هاكمّل بقى طبعًا السقف كُلّه. زي ما أنتم شايفين أطوالهم وأبعادهم مختلفة، وبرضه بالزقهم بشكل مش منتظم. هاخلّص الناحية اللي قدّام، وأكيد طبعًا هاعمل اللي ورا زيّها بالضبط. وبعدين خدت قطعة من الكرتون بعرض مناسب على قد العرض بتاع البيت، وبعد كده تنيتها من النُص وهالزقها فوق كإنها خشبة فوق. بعد كده بقطع أصغر هالزق برضه في البيت الصغير اللي موجود، بنفس الطريقة ونفس التكنيك. وطبعًا هاعمل له خشبة فوق زي التانية. وكمان عملت صندوق بالشكل ده، عبارة عن جدران بس ومن قدّام عملت له تصميم كده، وهالزقه تحت الشباك هنبقى نحط فيه ورد بعدين. وطبعًا ملاحظين إن عملت أرضية للبيت من قطعة كرتون. بعد كده هنبدأ بقى التلوين، لوّنت الجدران بلون بيج. هالوّن كل الجدران والمدخنة. وما ننساش طبعًا الحيطة بتاعة البيت الصغير اللي فوق. بعد كده بنفس اللون ده حطيت عليه شوية بني عشان أغمّقه، وبعدين هاعمل زي dry brushing كده، هامسح أغلب اللون من على الفرشة، وبعد كده هاشبّح بيها في الأماكن اللي حوالين الباب الشبابيك. وبرضه هاشبّح الحيطان كده والجزء اللي هو تحت بالذات عشان كإنه يبان يعني تأثير عوامل جوية. طبعًا اللون باكون مغمّقه تحت شوية قريب من الأرض، ومن فوق باشبّح على خفيف. بالنسبة بقى الطوب هالوّنه بدرجات مختلفة من اللون الأحمر، عملت لون أحمر غامق شوية ولون فاتح. هالوّن تقريبًا طوبة كده وطوبة كده. وما ننساش نلوّن المدخنة من جوّه الجزء اللي هو باين منها باللون الأسود. أمّا خشب الأبواب والشبابيك فهاستخدم لونين من درجات البني، لون فاتح ولون أغمق شوية ومحمر. الباب نفسه هالوّنه باللون الفاتح. وهاستخدم نفس اللون برضه في تلوين الأجزاء الداخلية بتاعة الشبابيك. أمّا بالنسبة للإطار فهالوّنه باللون الغامق، البني الغامق المحمر. وبرضه الإطار حوالين الشبابيك والصندوق اللي موجود ده كمان. بعد كده عشان أعمل برضه تأثير عوامل جوية على الباب ويبان إن هو قديم، هاشبّحه كده بلون أغمق شوية. وبعدين بلون فاتح هاعمل زي edge highlight كده على بعض الأماكن، هافتّح يعني بعض الأماكن. الخطوات دي مهمة جدًا في التلوين، هتفرق في الشكل النهائي. بعد كده بقى بالنسبة السقف هالوّنه بلون بني، طبقة أساسية يعني من درجات مختلفة من البني، أي بني غامق.
هالوّن كلّه وما ننساش نلوّن برضه الحروف، هي باينة طبعًا إن هي كرتون بس بنلوّنها يعني عشان يبقى شكلها أحسن. بعد كده الخشبة اللي فوق لوّنتها بنفس لون الباب. بعد ما الألوان نشفت هاعمل dry brushing كده أو حاجة اسمها over brushing، هي تشبيح كده بلون رمادي. وكمان برضه الخشب اللي فوق بنفس اللون. بعد كده استخدمت لون رمادي غامق ولونت بيه بعض القطع، عملتها بشكل عشوائي كده عشان تدينا تنوع. وبلون رمادي فاتح برضه عملت نفس الفكرة كده إن أنا لونت بعض القطع، هتدينا تنوع وشكل حلو في الآخر. عشان يبقى الشكل النهائي للسقف بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بالنسبة للأرضية بقى لونتها بدرجات مختلفة من اللون البني. بعد كده هنعمل شوية ديكورات حوالين البيت. الشجرة دي أنا عملتها في فيديو قبل كده، هتلاقوه في الجنب، شجرة الصنوبر. تقدروا تتفرجوا عليه وتصنعوها بسهولة جدا، هلزقها في مكان. وكمان هاستخدم الزرع ده، أنا عملته في فيديو قبل كده برضه، هتلاقوا اللينك بتاعه في الجنب ظهر لكم. هلزقه في الصندوق. وأخيرا هستخدم الورد الصغير ده برضه، صنعناه في نفس الفيديو بتاع الورد. وهلزق منهم قطع حوالين البيت في أماكن متفرعة على حسب الذوق يعني. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اللي عجبه الفيديو ما ينساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، واعملوا شير مع أصحابكم اللي عاوزين يتعلموا النوع ده من الأعمال اليدوية. لسه في أعمال يدوية كتير بمختلف الخامات هنتعلمها مع بعض إن شاء الله، واسيبكم مع النتيجة النهائية. سلام.